حبايبي ام اسلام، هنجيب الكبده من جاموستنا وقرنين فلفل من تلاجتنا وفصين توم من جارتنا، ونبدا وصفتنا. هنقطع الكبده اللي من جاموستنا، هنقطعها طرنشات، ونجيب التوم اللي من جارتنا والفلفل من تلاجتنا. وهقول لكم نجيب صينيتنا ونحط الكبده اللي احنا جايبينها من جاموستنا ومقطعينها شرايح كده رفيعه وجميله، نقوم مفضينها كلها. بس الكبده انا ما غسلتهاش، لانك لو غسلتيها ريحه الزفاره هتبان فيها. وهقولك على سر خطير، بس السر ده كبير. السر اللي هقولك عليه مش هيخليها زفره، هيخليها جميله، مش هتبطلي تعمليها. هنحط بقى شويه توم اللي احنا جايبينه من تلاجتنا. هنحط التوم ونحط الفلفل ونقلبه تقلبتين ونشقلبها شقلبتين، ونشوف باقي وصفتنا. بعد ما قلبناها تقلبتين كده هنجيب الكزبرة بتاعتنا. حطي كمون وكزبرة عشان حياتك تبقى منورة، وتقلبتها تقلبتين وتشقلبيها شقلبتين، وهتخلص في دقيقتين. بعد ما حطينا الكمون والكزبرة وشوية ملح صغيرين كده مبهرين، هنكمل وصفتنا. وركزي في الطريقة يا عينيا عشان الوصفة دي هتنفعك. بعد ما قلبناها تقلبتين شقلبناها شقلبتين، هنجيب الصينية بتاعتنا. هنولع الأول البوتاجاز بتاعنا ونحط الصينية بتاعتنا اللي من أيام قدماء المصريين، ونحط الزيت بتاعنا اللي هو بتاع التموين. بس انت ما تحطيش الكبدة بتاعتنا اللي من جاموستنا الا لما الزيت بتاعنا اللي هو بتاع التموين يسخن. بعد كده تنزلي بالثوم اللي جايبينه من تلاجتنا، قلبتيه تقلبتين، شوحتيه شوحتين، تنزلي بالفلفل اللي شحتينه من جارتنا، قلبتيه تقلبتين، شوحتيه تشويحتين، تنزلي بالكبدة اللي من جاموستنا. بعد ما حطينا الكبدة اللي من جاموستنا مش هنقلبها، هنوزعها كده في الصينية عشان تتشمع وما تنزلش مية، والسائل اللي فيها يعني ينزل. هنفردها بس في الصينية كده اللي هي من ايام قدماء المصريين، ونسيبها تتشمع على بال ما نشوف وصفتنا. بعد ما وزعناها كده في صينيتنا هنعمل ايه بقى؟ هنعصر الليمون بتاعنا اللي جايبينه من تلاجتنا. دول ليمونتين قسمتهم يعني نصين، كل ليمونة نصين. بس طبعا العصارة دي عشان صغنونة ولسه مولودة فبتعصر نص ليمونة بس، فانا هعصر الليمونتين على 4 مرات. بعد ما اخلص بقى عصير الليمون على الكبدة بتاعتنا اللي جايبينها من جاموستنا، على الفلفل اللي من تلاجتنا، على التوم اللي من جارتنا، هنقلبها تقلبتين ونشقلبها شقلبتين. وبعد كده هنضيف المكون السحري اللي هو الخطير اللي بقولكوا عليه. بعد ما لونها اتغير اهو هنعمل ايه بقى؟ هنضيف معلقتين طحينة. معلقتين الطحينة دول بيخلوا الكبدة في حتة تانية. ده سر انا عارفاه من عند الراجل اللي بيبيع الكبدة في الشارع، بس انا قلتلكوا عليه، هو سر يعني. المهم مصر كلها عرفته. هنقلبها تقلبتين ونشقلبها شقلبتين. الطحينة دي بقى ما بتخليش ان هي زفرة ولا حاجة خالص. هقطع بقى قرن فلفل سبايسي اللي هو حامي يعني حراق، هقطعه كده بقى بيديها ريحة وطعم خطير مع الطحينة. وخلي بالك طالما حطيتي معلقة الطحينة لازم تقلبها كويس قوي عشان الطحينة ما تلزقش في الصينية. اهو شوفي بقى جميلة لازم يبقى ايدك فيها. قلبتها تقلبتين مش قلبتها شقلبتين، خلاص الاكل خلص في دقيقتين. كان طعمها خطير، جربيها بطريقتي ومش هتندمي لو عملتيها. هنقول ايه بقى؟ اهي شوفي جميلة وعسل كده. الصينية اتمسحت، اللهم صل على النبي.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة وجعلنا مسلمين. وصلوا على الحبيب قلبكم يطيب.